الدروازة أو باب الدروازة يكون على أعلاه شيء يسمى القاتولة أو القاتولة أو الساتولة، هذا لمراقبة البوابة وما يدخل منها وما يخرج. كان يجلس الجنود تحت البوابة أو فوق الدروازة قصدي يراقبون المنطقة، وكان يصعد الجنود إلى أعلى الدروازة لمتابعة المنطقة التي حول الدروازة في الدخول والخروج. ما شاء الله. وهذه القاتولة اللي قلنا لكم، وهو مكان مراقبة للجنود ومراقبة الدروازة، وهذا يعتبر الجانب الداخلي للبوابة. مثل ما قلنا تفتح وقت الصباح وتغلق وقت المغرب. ما شاء الله. طبعا البوابات أو باب البوابات تصنع من جذوع النخل أو جذوع الشجر أو جذوع الأثل، هذه العوارض اللي تمسك الباب أو تمسك ألواح الأثل، وهذه الجمجمة أو القفل اللي يقفل البوابة. ما شاء الله. والآن هذا البرج هذا يصعد إليه الجنود لمراقبة المنطقة، مراقبة الدروازة ومراقبة أيضا ما يحول حول القصر. هذا البرج من جهة أخرى كان يوجد له باب للدخول. الآن نصعد مع الدرج نوريكم الباب اللي يدخل معه الجنود. كان هذا مخصص لدخول الجنود إلى طبعا يقفل بعد دخول الجنود.